بيبدأ الفيلم بمطاردة في حواري بولاق الدكرور استمرت ل7 ثواني بحالهم. بيهرب بعدها المجرم، ولكن بيبقى سؤال مهم، انتوا وقفتوا ليه؟ ما قدامكم اهو، ما اختفاش يعني ولا جري بعيد مثلا. شعبان عبد الرحيم اللي عامل دور الاسطى منعم الميكانيكي قاعد مع صاحب البيت بيفاصل معاه في الايجار اللي هو كام يا اخوانا؟ 9 جنيه. ايوه زي ما سمعت كده 9 جنيه. بيظهر بعدها افندينا واللي بيطلع سعودي فاتح كباريه وبيدور على مغنيين عشان ينزلوا الصاله. الفيلم ده تحسه كده كان تمهيد لموسم الرياض. روح بسرعة، الحق يمكن احد جاي، ان شاء الله الاقي بضرب يا رب. مراد بيشتغل نجار، وحاجه غريبه جدا ان استاذ مراد قرر يغير جلده من بعد مسلسل حبيشه ويعمل شخصيه محترمه ولابسه نظاره. المهم يا سيدي الراجل بيبقى عامل كومودين وعادي زي اي نجار، ولكن صاحب الورشه شايف حاجه مميزه احنا مش شايفينها، فراح رزعه 4 ايدك تتلف في حرير. لا اخر جمال، ايدك تلف في حرير، ايدك تلف في حرير ده الشغل بتاع عم احمد الليثي اللي هيجي يستلم. ايدك تلف في حرير يا مراد يا حبيب قلبي، ايدك تلف في حرير. مراد بيكون طالب في كليه الحقوق، فابو حسن صاحب الورشه حب ياخد بخاطره. بكره بقى ان شاء الله كده ما تخلص الجامعه بتاعتك وتبقى محامي كبير، هتبقى محامي قد الدنيا. هو قال لك نكته يا مراد؟ ما طبيعي انت في كليه حقوق، ايه اللي يضحك في انك تكون محامي؟ امال لو قال لك وكيل نيابه كنت عملت ايه؟ بنشوف المجرم اللي كان بيهرب في اول الفيلم واسمه محفوظ وهو قاعد مع شله مجرمين. بنكتشف انه سافر وكان شغال في السعوديه، بس مش رجع بقى بيتكلم سعودي مثلا، ده رجع سعودي فعلا. كلكم عشتوني والله، كلكم على راسي. شايفين المصداقيه؟ دور شاب مصري راجع من السعوديه جابوا ممثل سعودي يعمله صرف، ده برضه خلي بالك. بينادوا بعدها على القهوجي اللي اسمه كرييتيف جدا فمسمينه قص. وادي يا قص. امر يا معلم. الله هو ده الصبي بتاعك يا معلم؟ الفيلم ده انتاج نتفليكس ولا ايه يا رجاله؟ بيروح المجرمين بعدها يوقفوا تاكسي، انت هتفتكر انهم بيثبتوه وده واضح من السلاح اللي في ايدهم، لكنهم في الحقيقه بقول لك ايه، الذوق كده توصلنا مصر القديمه واحنا هنرضيك. لا والله مش فاضي، بس عشان راح اغرش. مش فاضي ايه؟ راح اغرش عربيتي والله. خلصوا عليه ليه؟ طب ما تشاوروا لواحد تاني او خدوا التاكسي وامشوا، وبعدين بتشاور لتاكسي وانت ماسك سنجه، متوقع منه ايه يعني؟ يقول لك اركب يا باشا. بنرجع لمنعم اللي بنلاقيه قاسي على بناته ومراته وبيتعصب لما بيلاقي بنته بتذاكر جبر. يعني الواحد مننا ما يسويش الا الرقم اللي في جيبه. والله يا عم منعم لو استاذ الجبر كان شرح لي الجبر كده كنت قفلته، بس هو غالبا معتقد انه بما ان الجبر نوع من انواع الحساب فهيبقى شيء منطقي لو ربطوا بالفلوس. ربنا يشفيها، ربنا ياخدها وياخد البنات كلها اللي زيها. طب دعيت على بنتك وقلنا ماشي، اللي زيها ذنبهم ايه يا عم منعم؟ هو ايه شر وخلاص؟ بتدخل واحده تشتري دهب من عند استاذ شادي الجواهرجي. بص انا مش عارف اشرح لك ايه اللي حصل، فاتفرج انت. المحل كله؟ لا انت مكش خالص. والله ما كلام، انت تأمري امر كله تحت ايديكي، بس انت ترضي. ارضى اموت انا؟ ده انا اللي هموت، ايه وجع البطن اللي على المسا ده؟ لو ده مفهوم المخرج عن الاغراء فانا ببلغه من مكاني هنا ان الشباب اعلن توبته خلاص. صادق بيكون متجوز على مراته ومراته الجديده بتطلب منه يعلن جوازهم، مش فاهم جديده ازاي وكل العيل ده موجود. المهم بيقول لها انه فعلا هيعلن جوازهم، وده لما الله باذن الله اول ما حماده يبدا. انا شخصيا شايفه وقت مناسب جدا الصراحه. بنكتشف ان محفوظ يبقى ابن منعم، وده تسكين رائع من المخرج الحقيقه، يعني لا قريب منه شكلا ولا مضمونا. الحل الوحيد للاختيار ده انه متبنيه. بنفهم بعد كده ان منعم بيكره خلفه البنات وبيحب ابنه المجرم على ما تفرج ده. انا معايا عربيه شمال وقعد سكتي، لا في حاجه ولا شويه سكه تانيه. انا بعد المشهد ده اقتنعت ان مفيش واحد سعودي ينفع يبقى مجرم. خد الباب معاك. يا سلام على بر الوالدين ونعم التربيه. بيوصل اخو مراد اللي اسمه ساهر عندهم البيت عشان يزورهم، ولكن امه بتطرده، وده لانه مش قلت لك 1000 مرة انت وفلوسك متحرمين علينا؟ تعالى هنا خد شنطك معاك. ده آخر مرة بقولها لك يا ساهر، لو لسه باقي على أمك ما تجيش هنا تاني. كبرتوا الموضوع يا شباب والله. بيتضح ان منعم مش مجرد ميكانيكي بيكره بناته وابنه مجرم، لا ده بيغني عند افندينا في الكباريه كمان. افندينا بقى واضح انه قناص نجوم وقاعد بيتعاقد مع احد الفنانين عشان يغني. انت فاضي؟ عندي نمره مستعجله. نمره مستعجله ايه؟ هو ده كباريه ولا طوارئ القصر العيني؟ بنت الاسطى منعم بتتعب فمراته بتقول له انها تعبانه، فبيقول لها انا ما خلفتش غير محفوظ اللي ضيعت المستقبل وتلفت امل وطلعته حرامي وبلطجي. هو ماله الحرامي؟ لا ملوش طبعا، راجل محترم بيجري على اكل عيش. انا مش عارف يا رجاله ده كباريه ولا قهوه وعملوها كباريه، اصل دي نصبه قهوه مش محتاجه فهلاوه. وبعدين ايه الطاقيه دي؟ انا اول مره اشوف شيف واقف في كباريه. مرات صادق القديمه بتحاول تطري الجو كده وتقول له انها عندها احتياجات، فصادق بيعمل من بنا وبيقول لها انا مش مخليكي محتاجه حاجه. انت فاكر ان كل حاجه في الدنيا الفلوس؟
في حاجات كتير قوي اهم من الفلوس يا صادق. ما انت لو شفت الدولار عمل فينا ايه ما كنتش قلت البقين دول. هو لسانك الطويل ده اللي خلاني اتجوز عليك. بتقول ايه يا صادق؟ لا يا حبيبتي ما بقولش حاجه. لا صوت واطي فعلا، انا نفسي ما سمعتش ان هو اتجوز عليكي. مرات منعم بتقول له ان بنته تعبانه ومحتاجه عمليه والا هتموت، فزي اي اب سالها الاول بكام؟ حوالي 25,000 جنيه. 25,000 عشان مستشفى خاص. مستشفى خاصه؟ ومالها مستشفى الحكومه؟ لو حكومه كانت هتبقى ارخص عادي يا عم منعم. ايه السؤال ده؟ هو اللي كتب السكريبت تقريبا بيرص وخلاص، ده لو في سكريبت. المهم يا اخوانا بيقرر يسيبها تموت لانه مستكتر ال 25,000 جنيه عليها. واخيرا بعد طول انتظار بيظهر البطل الثاني وهو اشرف، واللي بيكون رايح يتقدم لاهل حبيبته اللي بيرفضوه، فبيحاول يقنعهم. انا في اخر سنه في كليه الحقوق وجبت جيد جدا في ال3 سنين اللي فاتوا. يعني كمان مش متخرج؟ ما كده هيرفضوك اكتر يا ابني. انا تعبت والله من مشاكل الشباب الطايش اللي فوق سن ال40 ده. بعدها بنلاقيه قاعد مع صاحبه في الكليه، وده اكيد طبعا منظر شباب جامعي في حاله لو الدكتور بيسقطهم من 20 سنه. بيكمل افندينا مسيرته في استقطاب مغنيين عشان يضمهم لموسم شارع ال20 لحد ما مغني منهم بيشوف خطيبته شغاله في المكان. انت بتعملي ايه في المكان ده؟ انا انت ايه؟ تبعتي شرفك بدول؟ زينهم ارجوك اسمعني. اسمع ايه وافهم ايه؟ افهمني الاول. انا طلعت اصلا حمام كبير. طب بترمي الفلوس ليه يا عم؟ ايه الغتاتة دي؟ وبعدين هو ليه مفيش اي تأثر في المشهد ده؟ لو ما قدم لك الاكل بارد كنت هتتأثر اكتر من كده. ومن العدم كده بيظهر فجأة قاتل متسلسل واضح انه بيجهز لعملية وبيغطي راسه. مش عارف ايه لازمته الحقيقة، هل هو واخد عهد على نفسه ان هو يبقى محجب اثناء القتل؟ اللي اعرفه ان القناع ده بيتغطى بالوش عشان محدش يشوفك، الراس دي جديدة. المهم بيدخل عشان ينفذ عملية القتل. انت مين؟ انت مين ايه؟ هو جايب لك ديليفري؟ وبعدين هتفرق معاك تعرف يعني؟ ما انت هتموت. طبعا ما كانش معاهم فلوس يعملوا افكت ضرب نار، كويس ان هم حطوا الصوت اصلا. ولكن السؤال هنا بقى، ليه ممكن تقتل حد بيشرب كليوباترا؟ اكيد شخص زي ده ما عملش اي حاجه في حياته. ده مين اللي خرج ده؟ يعني سمعته وهو نازل بس صوت ضرب النار كان قشطه بالنسبه لك عادي؟ المهم اخوه بيروح النيابه بعد كده وبيكون متاثر جدا بموته. واحد ماشي في سكه النسوان والخمره، ماشي في سكه بتغضب ربنا، اكيد دي لازم تكون نهايته طبيعيه. يا راجل على رايك كلب وراح ولا يهمك. بنرجع لصادق في الكباريه ومش مكفيه انه متجوز 2 فقعد بيعط مع الثالثه، ولكن الحمد لله مراته الجديده بتقفشه. بس مالكيش انت دعوه. ايه بقى اللي جابك؟ بس كده خلاص. بيقابل اشرف حبيبته وبنشوف مشهد رومانسي بيوحي بان عندهم مراهقه متاخره. انت ابني وحبيبي. ابنك ايه يا حاجه؟ انت مش شايفه ولا ايه؟ طبعا كنتيجه طبيعيه للكلام اللي بيقولوه ده بيقترح عليها ان هم نتجوز عرفي. المهم بيروح لصاحبه ويقول له ان هو هيتجوزها عرفي. مفيش قدامي غير حل واحد. حل ايه؟ انا هتجوزها عرفي. ايه؟ عرفي؟ انت عمال بتكرر الكلام ليه يا ريس؟ انت هتعمل لي فيها الفنان عماد يوسف؟ المهم بيطلب منه يشوف له شقه، فصاحبه بشهامه المصريين بيقول له خد الشقه بتاعتي عشان انا عايش فيها لوحدي. بنروح لام مراد اللي بتكون تعبانه وما بنضيعش وقت بتموت على طول. ابن صادق من مراته الجديده بيتعب والدكتور بيقول لهم انهم محتاجين متبرع في نفس سنه تقريبا خلال 48 ساعه. فصادق بيكلم محفوظ ابن منعم عشان يخطف له عيل صغير. فبيخطف له مين بقى؟ فكر كده شويه. لا فكر كمان، ابنه من مراته الاولانيه. يعني دي حبكه ما تشوفهاش في اسوأ كوابيسك الحقيقه. واللي حصل ده ملوش غير حلين، يا اما العيال خلصت من البلد يا اما دي نهايه الشر الطبيعيه في راي المؤلف، والحلين وحشين. المهم منعم بيحس بالذنب عشان بنت صاحب العماره اللي كان بيفاصل معاه في ال9 جنيه في اول الفيلم ماتت ومعرفش يعالجها. قوم ايه بقى؟ بنته اللي كانت تعبانه ومش عايز يعالجها تموت هي كمان. شايفين بقى؟ شايفين عداله السماء وهي بتهبط على استاد باليرمو؟ نقدر نقول كده ان منعم مات واقفا. وبما ان المصائب لا تاتي فرادى، فافندينا ومنعم بتقابلهم مشاكل في الفلوس وتمويل الكباريه. ادي اخره الماتش الوحش والله لسه. حل حلو للمشكله والله، ورساله طبعا من عم شعبان وصناع العمل لاي حد بيمشي بطال. ولكن الاسيسن كريد اللي شفناه من شويه بيقتل واحد راح عشان يقتل افندينا. سامحني يا افندينا. مسامحك طبعا يا حبيبي، اتفضل. مرات اشرف بتتعب والدكتور بيجي يكشف عليها عشان اهلها يكتشفوا انها حامل واتجوزت اشرف عرفي. اما اخو مراد اللي شغال في الكباريه فبيعرف ان امه ماتت، واول ما بيعرف بموت امه اللي غضبانه عليه ده بيكون رياكشنه. ماتت يا ساهر، ماتت. انت ازاي ده وامتى؟
زي ما كلنا عارفين اهم حاجه في رضا الام او غضبها فرق التوقيت. يا راجل ده لو الكلب بتاعكم مات كنت اتاثرت اكتر من كده. وبينما محفوظ وشلته مجتمعين بيدخل عليهم البوليس. عارف انك بتقول في واحد هرب بس ده مش مهم، هم مش جايين له، هم متارجتين الترابيزه التانيه. بنكتشف في الاخر ان الدغري مدير الكباريه هو البيج بوس وقتل افندينا عشان يسيطر على الشغل، وبيتحالف مع كل اتباع افندينا. بس ايه الصرف ده كله يا رجاله؟ ده واضح انه البيج بوس فعلا شكله مسيطر لدرجه انهم قاعدين في الشارع عادي كده مش فارق معاهم. افندينا كان لازم يتقتل، قفل الدايره علينا، اتجاوز كل حدوده. بص مبدئيا هي اسمها تجاوز كل حدوده مش اتجاوز كل حدوده. وبعدين تجاوز حدوده في ايه؟ هو ما عملش اي حاجه طول الفيلم غير انه بيتعاقد مع فنانين، ده ولا بيب جوارديولا. الحمد لله قبل ما يحصل لي حاجه الشرطه بتدخل عليهم وبتقبض على الدغري. انت اعترفت على نفسك دلوقتي. هو اعترف للكاميرا ولا ايه؟ انت بتشاور على الكاميرا ليه؟ تحسه مقلب وهيقول له تحب نذيع ولا ما نذيعش؟ لا وبجمله جرعه الضحك بقى الظابط بيقعد مع المجرمين يحكي لهم ازاي ده حصل، كانك فتحت على اخر مسرح مصر واشرف عبد الباقي بيخطب في الجمهور. عارف يا زينهم، انت لو كنت طولت بالك شويه على بنت الناس الطيبين اللي انت افتريت عليها كان هيحصل ايه؟ ولا حاجه. الفيلم وحش، يعني وحش مش محتاجه كلام، وحش دي قليله عليه. مش هقول لك بقى يا جماعه كانوا قاعدين مع بعض فقالوا يلا نعمل فيلم، لا ده هو تقريبا كان واحد واقف بيصور بالتليفون وكل ما حد يعدي كده يشوفه بيصور يقول له طب ما تصورني معاك، يروح مديله دور ومدخله في الفيلم. الناس كلها تحس ان ادوارها ملهاش لازمه، يعني صادق ايه لازمته، زينهم ايه لازمته، ومنعم ايه لازمته، مفيش حد ليه لازمه. ادوار كلها محشوره حشر كده في القصه اللي مش موجوده اصلا. الفيلم زفت طبعا ومش عارف ازاي ده انتاج 2019، يعني لا يقارن حتى بافلام المقاولات اللي كانت من فتره السبعينات لحد الالفينات. لكن الشيء الوحيد اللي مزعلني في الفيلم ده هو الفنان احمد عزمي. يمكن الظروف اجبرته ان هو يعمل كده، خصوصا بعد ما المنتجين والمخرجين والوسط الفني عموما تخلى عنه بعد ازمته الاخيره، ولكن انا اتمنى ان هو يرجع بافلام اقوى من كده او باعمال عموما اقوى من كده، لان موهبته احسن من اللي احنا شفناه ده بكتير. وكالعاده ما تنساش قبل ما تخرج تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب، وتستنانا في الملخصات اللي جايه. سلام.